ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا جاي اتكلم عن الهزيمة المخزية للنادي الاهلي امام نادي الزمالك، فيلا بينا نبدأ بتشكيلة الفرقتين. الاهلي بدأ بمحمد العشناوي حراسة المرمى، باك يمين محمد هاني، اتنين سنتر باك رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، باك ليفت يحيى عطية الله، تلاتة في نص الملعب اكرم توفيق، مروان عطية، امام عاشور، تلاتة في الهجوم حسين الشحات، أسامة أبو علي، بيرسي تاو. تشكيلة الزمالك بدأ بمحمد عواد في حراسة المرمى، باك يمين عمر جابر، اتنين سنتر باكس المسلوسي وحسام عبد المجيد، باك ليفت بنتايج، تلاتة في نص الملعب نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، تلاتة في الهجوم سيف الدين الجزيري، أحمد السيد زيزو، في الشمال مصطفى شلبي. مش فيش كلام قد كده اقوله ان انا بجد الماتش معصبني. اول حاجه عايز اقولها قبل ما ابدا، عايز اقول الف الف مبروك للفريق المستحق للفوز للزمالك. فوز مستحق مليون في المية للزمالك ولجوزيه جوميز، وخسارة الأهلي يستاهلها من أول أصغر لعيب لحد مجلس الإدارة. فعلا احنا الهزيمة دي نستاهلها عشان كذا نقطة، في كذا نقطة نستاهل اللي احنا نخسر بسببها. الشوط الأولاني عملنا ماتش، عملنا شوط حلو، شوط حلو جدا. الأهلي الأهلي عموما كان خايف، الزمالك كان خايف، الماتش رايح جاي، الاتنين بيمسكوا كورة بس الأهلي ماسك أكتر، هجمات الأهلي أكتر. ما شفناش محمد الشناوي الشوط الأولاني خالص. عواد عمل ماتش كويس جدا امبارح، لحد الدقيقة ما جت مثلا 35 وجه فجأة كورة أكرم توفيق رايح بيها اتشاط، بعد كده اللعب كامل، بعد كده لقينا تشيكينج فار. التشيكينج فار دي حصل عليها لغط تقريبا لمدة 11 دقيقة 12 دقيقة. بصوا يا جماعة، الزمن في ناس كتير طالعين يقولوا مش ضربة جزاء. بص، كورة لسه في الملعب، الملعب مستمر، اللعب مستمر. أكرم توفيق طلع بالكورة وشاطها، عواد مسك، اذا اللعب مستمر. حمزه المثلوسي عمل تاكل على اكرم، على رجل اكرم. طالما الكوره في الملعب واللعب مستمر يبقى ضربة جزاء صحيحة للنادي الاهلي. الكوره دي لو كانت مثلا بره، كانت الكوره طلعت بره والعرقله دي حصلت، كنت اقول لكم الكوره دي مش ضربة جزاء، بس هي ضربة جزاء صحيحة مليون المية. ده بس هي عشان اللغط اللي حصل ضربة الجزاء. بدأنا في الأول بهجمات لمصطفى شلبي من ناحية الشمال على محمد هاني، اللي أنا مش فاهم لحد دلوقتي، والله العظيم مش فاهم لحد دلوقتي هو بيلعب ليه. محمد هاني امبارح ما قدمش ماتش كبير، ولا عمر كمال قدم ماتش كبير، مفيش حد في النادي الأهلي قدم ماتش كبير امبارح غير مثلا أقول لك رامي ربيعة وإمام عاشور. امبارح أنت اللعيبة عندك ماتت حرفيا من الدقيقة 60. انا ما شفتش لاعب بعد الدقيقه 60 قادر يعمل حاجه غير محمد مجدي قفشه لما نزل. عموما محمد هاني اتصاب في اول 20 دقيقه ونزل مكان عمر كمال عبد الواحد. عمر كمال عبد الواحد امبارح انا افتكر اللي انا ما شفتوش امبارح. مثلا امبارح كان في ناس كتير قوي من اللي قاعدين بيتفرجوا على الماتش ناسيين ان عمر كمال نزل. عمر كمال يعني قد ما هو كان سيء قد ما هو ما كانش كارثي برضه. يعني عمر كمال مش زي محمد هاني. عمر كمال الماتش السيء بتاعه عادي بيبقى 5/10، محمد هاني الماتش السيء بتاعه بيبقى 0/10. فامبارح عمر كمال ما كانش كان سيء بس ما كانش كارثي، فالموضوع ما كانش ازمه، ما حصلش حاجه عليه في الشوط الاولاني. والاهلي عموما ما جاش عليه هجمات الشوط الاولاني ولا اي حاجه الشوط الاولاني، لا سيما بس كام كوره لزيزو. جينا الشوط الثاني على الدقيقه 60
اغرب تغييرين انا شفتهم من مارسيل كولر ممكن تحصل. طلع بيرسي تاو، طلع مروان عطيه في الدقيقه 65. ده انتحار. انت كده بتقول للزمالك اتفضل الكوره، انا مش عايز حاجه من الماتش. فعلا بعد التغييره دي الاهلي مبقاش عارف يهاجم، الاهلي مبقاش عارف يدافع. الاهلي ما عملش حاجه امبارح من اول التغييرتين دول. يعني هو من اول الشوط، بس في اول الشوط على الاقل مروان عطيه كان عارف يمسك كوره، كان عارف يدي باصات قدام، كان موقف زيزو ان هو يخش نص الملعب ويشوط. امبارح فعلا مروان عطيه كان محجم زيزو جدا في حوار ان هو كان محجم زيزو عبد الله السعيد جدا ان هما يدخلوا في نص الملعب. انا بس قبل ما انسى حاجه، عايز اقول شابوه لناصر ماهر، برافو بجد. امبارح ناصر ماهر عمل ماتش، اقول لك ده من ايام ماتشاته مع الاهلي ده احسن ماتش ممكن في تاريخه، في تاريخه الكروي مثلا. امبارح ناصر ماهر امبارح هدد مرمى الاهلي بكورتين اصعب من بعض. كرة في الشوط الاولاني، كرة في الشوط الثاني. ناصر ماهر امبارح، بص عبد الله ما بانش امبارح، عبد الله ما شفتوش امبارح خالص. انا شفتش غير ناصر ماهر. ناصر ماهر كان هو المتحكم في رتم الزمالك مليون المية. هو احمد السيد زيزو امبارح، ولا عبد الله السعيد ولا دونجا ولا اي حد من الزمالك امبارح عرف يدير الماتش احسن من زيزو وناصر ماهر. اول ما مروان عطيه طلع لقينا الزمالك اتقدم لقدام، زيزو بقى بيخش نص الملعب مع ناصر ماهر مع عبد الله السعيد، فالعين كلها بتاعت نص الملعب بتاعت الاهلي بقت مع ناصر وعبد الله السعيد. يقوم زيزو هو قاطم لجوه، شوط على الشناوي. الكوره بجد اللي كنا هناخد فيها بينالتي ساذجه جدا، مش عشان الشناوي في الكوره دي ما غلطش، بس يا جماعه زيزو شوطها حلوه قوي. دي حاجه بتسمى كناكل بول. زيزو شاطها حلوه قوي لدرجه انها غلطه الشناوي صدها، طارت جريت منه. ناصر ماهر بيلحقها، مش ان هو مطلعها بايده، كانت تحسب بينالتي علينا، بس هي مش ضربه جزاء مليون في الميه. اي حد يطلع يقول غير كده انا اسف، انت كده بطبلاتي وبتمشي ورا فكره المؤامره مش المؤامره، ما فيهاش حاجه. وهنيجي برضو لكوره نبيل دونجا امبارح، قال انها ضربه جزاء. بص كوره انا ما شفتش زاويه ليها واضحه عشان اقدر اقول هي ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء، بس الاعاده اللي جت ان هو عمر كمال طلع يلعب الكوره، دونجا نزل بجسمه لتحت ولعب الكوره دي، ما تتشخصش ضربه جزاء من وجهه نظري لسبب ان عشان يبقى فيه دينجرس بلاي كل تحسب دي حاجه لازم تبقى اسمها دينجرس بلاي. دينجرس بلاي دي انك انت اللي مطلع رجلك لوش المهاجم او لوش اللاعب الكوره، لا ده هو نبيل عماد دونجا هو اللي منزل دماغه لتحت. فانا من وجهه نظري دي مش ضربه جزاء عشان كده، لكن انا لو كنت شفت زاويه تانية يكون فيها اي خطا انا كنت هقول، بس انا بالزاويه اللي كانت من ظهر عمر كمال ونبيل دونجا انا ده اللي انا اقدر اقوله انها مش ضربه جزاء للاسباب اللي انا قلتها دي. غير كده الله اعلم، انا ما شفتش اي زاويه تانية، فانا ما اقدرش احاسب على كلامي او احاسب على اي زاويه مثلا اي حد شافها مني. انا ده رايي الشخصي. الشوط التاني بقى تعال بقى نشوف ارقام الزمالك مقارنه بالاهلي. الشوط التاني 13 شوطه للزمالك 7 للاهلي، 2 على الجول للزمالك 4 للاهلي. استحواذ الزمالك 56%، الاهلي 44. الزمالك مباصي 440 باص، الاهلي مباصي 361 باص. الباس اكيورسي الاثنين 82. الزمالك عمل فاولات 9، الاهلي عامل 19 فاول. الانذارات طبعا كانت الزمالك في ضربه الجزاء دي الجزيري ومسلوسي خدوا انذارات.
اوفسايد للزمالك وثلاث كورنرات للزمالك. الاهلي ملوش ولا كورنر. ده اللي يقول لك ان امبارح الكفه كانت مايله للزمالك مليون في الميه. وعايز اقول ان الجون اللي جه بتاع ناصر منسي ده زي قلم نزل على جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي ومجلس اداره الاهلي. بس انا اقول لكم حاجه، نستاهل. الاهلي يستاهل. مجلس الاداره اثبتت فشلها موسم الانتقالات اللي فات. تفضيت للفرقه خالص، ما جبتش تدعيمات الكافيه. يعني انت مشيت اليو ديانج، ما جبتش حد نص ملعب. مشيت عبد المنعم احسن مدافع في مصر، جبت يوسف ايمن وعلي داير، تمام. مشيت احمد عبد القادر وسيد طاهر محمد طاهر. ليه؟ يعني انت دمرت عبد القادر لصالح طاهر. ليه؟ عبد القادر ده احسن مهاري او احسن سكيلر او بول كنترولر انا شفته بقالي 4-5 سنين في الاهلي، لو ما كانش 10 سنين. انا ما شفتش حد بالمواصفات اللي في احمد عبد القادر دي في حد بقالي فتره، بقالي كام جيل للاهلي. فانت ليه بعد كله تقوم مطلعه عرا وانت محتاجه وما تجيبش حد مكانه؟ يعني انت عندك مين في الهجوم؟ بيرستاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر. ايه ده؟ دول الثلاثه دول تكسب بيهم دوري، تكسب بيهم افريقيا. هتخيل كده انت عندك بتطلع بيرسي تاو احسن وينج يمين عندك وبتنزل طاهر محمد طاهر اللي هو اصلا بيلعب وينج شمال. بعد كده اما اتزنقت والجون جه فيك، خلاص انا عايز انزل وينج، هنزل رضا سليم. طبعا مش هينفع طاهر تقوم مطلع حسين الشحات. كده حسين الشحات كان زفت امبارح بلا استثناء. الاهلي كله كان زفت امبارح. الشناوي كان وحش، محمد علي كان زفت، عمر كمال كان وحش، رامي ربيعه سيما الشوط الاولاني، الشوط الثاني كان زفت، يحيى عطيه الله كان زفت، مروان عطيه كان كويس، اكرم كان شغال، امام ما جاش، بيرس تاو ما جاش بس علي كان بيمسك لك كوره، حسين الشحات عمل كام كوره حلوه، اسامه ابو علي مش هقول ان هو كان وحش بس هو ما وصلوش كور. اسامه ابو علي ما وصلوش كور امبارح خالص. حتى لما نزلوا التغييرات وقفشه نزل ما وصلوش اي حاجه خالص. هي ضربه الجزاء بس. امبارح الخطوره الوحيده من الاهلي هي ضربه الجزاء بس. الشوتس اون تارجت الاربعه للاهلي دول في ايد عواد. مفيش اي خطوره ثانيه للاهلي، مفيش مثلثات، ما عملوا مفيش ولا مثلث، مفيش جمله تكتيكيه، مفيش اي حاجه. حاله من العشوائيه مش طبيعيه. نيجي بقى على ضربات الجزاء. تعالوا لي بقى كده، تعالوا لي يا عمر يا كمال، تعالوا يا رامي يا ربيعه، تعالوا يا محمد الشناوي. ايه دي؟ انت تاني كابتن للنادي الاهلي، لما تجيب اول ضربه جزاء قدام الزمالك غريمك التقليدي وتجيب اول ضربه تقوم عامل له كده، يعني دي معناها ايه؟ انت مش مثلا حضرتك دي كانت اخر ضربه جزاء، او الزمالك كان لسه مضيع، او انت مثلا عامل ماتش فشيخ على الزمالك والماتش راح منك ضربات جزاء غصب عنك. لا، انت كنت زفت. وعلى فكره لعيبه الاهلي تستاهل. يعني لما رامي ربيعه كابتن النادي الاهلي يدخل يعمل لك كده، وبعد كده عمر كمال يدخل يعمل لك كده، بعد كده يحيى عطيه الله يضيع، وناصر منسي حقه 1,000,000% يدخل يعمل لك كده، حقه 1,000,000%. تستاهله. وناصر منسي ما غلطش. ومفيش حد من لعيب الزمالك امبارح لو احتفل قدام لعيبه الاهلي وعمل له كده يستاهلوا. لعيبه الاهلي كل واحد يستاهل. تستاهلوا انكم لعيبه فاشله، انكم بداتوا تحسوا بالتشبع، انكم بداتوا تحسوا انكم بني ادمين وتتعالوا على الكوره. تستاهلوا. شوفوا الزمالك اللي كان موقوف قيده ومعهوش فلوس وجاب صفقات محدش يسمع عنها حاجه، صفقات قليله مش قليله فنيا بالنسبه للي عند الاهلي، ويعملوا ماتش عليهم كده. فمعناه انكم امبارح كنتوا متعلقين على الكوره بشكل مش طبيعي. امبارح يا جدعان في الملعب كان في تعالي من لعيبه الاهلي مش طبيعي. الهزيمه دي اللعيبه السبب فيها
والمدرب السبب فيه لانه مارسيل كولر امبارح ما جاش جوزيه جوميز اكلوا الملعب نجيله، اكلوا النجيله امبارح. شوفوا جوزيه جوميز وهو بيعمل التغييرات وهو منزل اللعيبه من الشوط الثاني، قال لهم ايه؟ نزلوا كلوا الاهلي يمين شمال، ما هزروش. بجد شابوه لعيبه الزمالك، بجد شابوه لعيبه الزمالك، برافو عليكم. بجد شابوه لجماهير الزمالك، مبروك لجماهير الزمالك، مبروك للاعيبه الزمالك، مبروك لمجلس اداره الزمالك. اكتر ناس تعبوا الفتره اللي فاتت وعايزين يعملوا حاجه للفرقه بجد. في الاخر اللي اجتهد واللي تعب هو اللي كسب. غير كده تبقى انت اهلاوي طبلاتي. انا محدش يقدر يقول لي انا مش اهلاوي وبشجعش الاهلي، ما اقدرش ازايد على حد، بس اللي يعرفوني عارفيني اللي انا اهلاوي من صغري. انا بس بقول كلمة الحق عشان ارضي ضميري وابقى راضي ربنا، وما اقولش اي كلمة فيها تطبيل او اي حاجة. مبروك لاخواتي الزملكاوية، مبروك لنادي الزمالك ومجلس ادارة الزمالك، وارض راك للعيبة الفاشلة، مجلس الادارة الفاشل بتاع النادي الاهلي. السلام عليكم.